النهارده في تصريح صادم انه ممكن نفقد تلت الثروه الداجنه بتاعتنا بسبب فيروس وبائي. الدنيا في مصر مقلوبة بسبب الفيروس المنتشر بين الفراخ، والناس كلها بتسأل هل في فعلا فيروس ولا مفيش؟ ولو في هل ممكن يتنقل للإنسان؟ الحقيقة إن كل سنة في الصيف بتحصل أمراض للفراخ، ومنها فيروس الاي بي أو الانفكشس برونكايتس فيروس، وهو من اسمه بسبب التهابات في الجهاز التنفسي للفراخ. المشكلة في الفيروس ده إن السيطرة عليه بتكون صعبة جدا، لأن عنده قدرة عالية على التحور، وبالتالي نسبة موت الفراخ بسببه بتكون كبيرة. وفي مصر انتشر مؤخرا إن نسبة موت الفراخ حاليا فوق ال 30%، والناس ربطت النسبة دي بوجود الفيروس، لكن وزير الزراعة طلع ونفى الشائعة دي. والحقيقة إنه سواء في فيروس أو لا، خلينا ناخد بالنا وبلاش نشتري فراخ مجمدة أو عروض من المطاعم، والافضل اننا نجيب فراخ من حد موثوق وتندبح قدام عينينا. وما تخافوش حتى لو الفراخ فيها فيروس فهو مش بيتنقل للانسان، لان الطبخ والتخزين الجيد بيقضوا على اي فيروس موجود. واهم حاجه نعمل فل. سلام.